الزوج ده كان راجع من شغله ومعاه اخوه. مراته اول ما شافت اخوه تصرفت معاه تصرفات غريبه جدا، قالت له ريحتك وحشه، انا مش طايقه ريحتك. فجوزها احرج جدا. مجرد ما دخل البيت اخوه بيقول له طيب اتفضل ارتاح الاول من الطريق. جت الزوجه جري بسرعه وجابت له كرسي وحطت له مفرش وقالت له ما تقعدش على الانتريه، انت كده هتوسخه. هنا الزوج قال لها تعالى انا عايزك في كلمتين جوه. قال لها ايه اللي انت بتعمليه مع اخويا ده؟ قالت له اخوك ده جاي علشان ياخد منك فلوس زي كل مره. قال لها حتى لو جاي يستلف فلوس انت مالك، قالت تروحي تعملي لنا اكل دلوقتي. قالت له انا مش هعمل اكل لحد. خرج وسابها ورحب باخوه وقال له على ما تغير هدومك اكون نزلت المطعم اللي تحت البيت هجيب لك اكل وجاي لك فورا. سابه ونزل. خرجت الزوجه في اللحظه دي قالت له انت لسه قاعد هنا؟ مش ملاحظ ان انا مش طايقاك؟ قال لها لا، وعلى ايه؟ وخد حاجته ومشي. الزوج رجع قال لها فين اخويا؟ قالت له مشي. صحيح، خد التفاح ده هو كان جايبهولك. فرمت له الكيس في الارض، وقع من الكيس جواب وفيه فيزا كارد. مسك الجواب وقراه، اتفاجئ باللي مكتوب فيه. اخوه بيقول له انا كنت مستلف منك وكسبت فلوس كتير، انا اسف ان اتاخرت عليك. مراته قالت له سايب لك فيزا عشان تحط له فيها فلوس وكاتب لك جواب علشان تسلفه؟ رمالها الجواب في وشها وقال لها قريب نفسك وانت تعرفي، ونزل وسابها. لو مراتك عملت كده مع اخوك هيبقى رد فعلك ايه؟ منتظر ردكم في التعليقات، وصلوا على النبي.